سبأ هي إسرائيل القديمة وحمير هي اليهودية القديمة؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد. وهل أن حركة السبئيون هم يقولون عن أنساب أنهم أبناء عابر، هم ينتسبون إلى عابر. يعني قصص التوراة، هذا التوراة كتاب من كتب يهود اليمن، كتب بلهجة يمنية قديمة تسمى العبرية. كيف يقول الإسرائيليون اليوم في فلسطين أنهم هم العبرانيون؟ العبرانيون هم السبئيون والحميريون. لو وضعنا قصص التوراة ضمن التاريخ والجغرافيا اليمنية فسنكتشف أن ما تسرده التوراة من قصص على انهيار مملكة إسرائيل هو بالضبط ما جرى في التاريخ اليمني حين انهارت الدولة المركزية الموحدة، دولة سبأ وحمير، والتي انقسمت إلى مملكتين، مملكة سبأ في الشمال ومملكة يهوذا أو حمير اليهودية في الجنوب. كل ما ترويه التوراة هو جزء من تاريخ المملكة السبئية الحميرية وممالك منطقة الجوف. يعني بنو إسرائيل قبيلة عربية يمنية قديمة، واليهودية دين عربي يمني قديم.